حاجات مهمة جدا كنت فاهمها غلط، بس فهمتها صح يمكن بعد فوات الأوان. بس واجب عليا إن أنا لازم أقولها نصيحة ربنا هيحاسبني عليها لكل واحد بيسمعني وعايز إن هو يستفيد وما يقعش في الغلطات اللي أنا وقعت فيها قبل كده. من خلاصة التجارب بتاعت الحياة اللي أنا عشتها هقول لك شوية كلام هيوفر عليك سنين السنين. بس افهم الكلام كويس وركز فيه، لأن مستقبلك ممكن يتغير لو فهمت الكلام اللي أنا بقوله لك. مش الوظيفة اللي هتأمن لك مستقبلك، مش الجواز اللي هيأمن لك حياتك، مش الشهادة اللي هتجيب لك فلوس. من وانت صغير ركز على حياتك، على أهدافك. اوعى تضيع وقتك في أي علاقة عاطفية. العلاقات العاطفية في الحياة بتسقط النجاح، والمقصود بالعلاقة العاطفية اللي هي أي حاجة غير رسمية. دماغك تبقى فايقة على طول. دماغك لو مش فايقة عمرك ما هتعرف تركز في حاجة. اوعى تدخل في حاجة مش فاهمها من غير ما تدرسها الأول. أيا كانت، ادرس الحاجة بدماغك، افهمها، بعد كده ابتدي امشي فيها. وقتك لنفسك. ما تدخلش في اي حاجة في الدنيا تأثر على صحتك. ما تدخلش في اي حاجة في الدنيا تأثر على نفسيتك. نفسيتك وصحتك وفوقانك ووقتك مهمين قوي. من غيرهم انت ولا حاجة. فلوسك وصحتك دول امانك. دول امانك في الدنيا. فلوسك وصحتك، او صحتك وفلوسك، جدار الامان ليك طول ما انت عايش. افهم كويس قوي. اللي جنازته كانت النهارده كان راسم في دماغه خطة ومشوار ومستقبل وطموحات. ما كانش عارف ان النهارده هيبقى اخر يوم له. عشان كده خلي كل يوم بالنسبة لك ان ممكن ده يكون اخر يوم. اللي كانت جنازته النهارده ما كانش عامل حسابه ان النهارده هيخرج مش هيرجع. عشان كده لازم انت تعمل حسابك ان يمكن النهارده
يكون اخر يوم. لو فهمت الكلام اللي بقوله لك ده كويس، قسما بالله هيوفر عليك حاجات كتيرة قوي. طول ما انت شاغل دي بالدنيا اللي حواليك، دي مش هتبقى فاضية ان هي تفكر فيك ولا ليك. اتشغلت خلاص، ما بقتش فاضية. فضيها وركز. حياتك، مستقبلك، صحتك، دنيتك. اوعى تفتكر ان انت لما تتجوز وتخلف وانت معكش فلوس بكرة هتبقى مليونير. الجواز والخلفة والزوجة والزوج يا يرفعوا حياتك ويسندوك ويبقوا سندك، يا يقسموا وسطك وانت وحظك. على رأي ستي وستك بيقول لك الجواز زي البطيخة. وانا ما بحبش اكل بطيخ. انا عن نفسي ما بحبش اكل بطيخ. كل واحد وتفكيره، كل واحد اسلوبك في الحياة، تفكيرك ودماغك ودنيتك. لو فهمت الكلام ده من وانت صغير هيفرق معاك قوي على ما تبقى في سن واحد قدي. ولو فهمته وانت قدي حاول تفهمه للي اصغر منك، اللي انت خايف عليه وبتهتم بيه وعايز ان يبقى مستقبله احسن من مستقبلنا. فكر ازاي ان انت تبني نفسك وتأمن حياتك وتحافظ على صحتك. وافهم كويس قوي، الثانية اللي بتعدي من حياتك يا ترفعك لفوق يا تنزلك لتحت. انت اللي بتحدد الثانية اللي في حياتك تعمل بيها ايه وتستغلها ازاي، واذا كانت هتنفعك ولا توقعك. الفيديو ده صدقة جارية لكل واحد هيسمعه ويستفيد بيه. اطلب منكم حاجة واحدة، ان انت لما تسمع الفيديو تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وده اجري وثوابي، وتعمل شير ولايك وكومنت وتوصل الفيديو لكل واحد عايز ان هو يستفيد. وعشان تفهم الفيديو ده صدقني اسمعه اكتر من مرة ورجع واسمع الكلام بالراحة قوي. ما تستعجلش ان انت تسمع فيديو بسرعة وتجري وتقول لي عشان الباقة ما تخلصش. افهم الكلام. دنيتك وصحتك والكلام اللي بقوله في الفيديو اهم من 100 باقة. افهم الكلام بالراحة وشغل الفيديو اكتر من مرة، وما تنساش في التعليقات تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام.